حتى اثر الكافي اللي جالس الساعة 12:30. ترى حبت الخلف الفلتر لانه بيجوني ناس جدد يقول لي كش هو عارف هاي السالفة. احد جالس الساعة 12:30. ترى حبت الخلف الفلتر لانه ركزوا يا جماعة، انا عندي مفاجأة يا جماعة، ركزوا يا جماعة، مفاجأة. اتوقع اكثر من كذا ما خلاص اصلا خلص الوقت. يا جماعة اعلان في جاكيتات في الليل ما ينفع، يعني ما ينفع. ركزوا. ركز يا جماعة، قولوا نعيما توني ارجع فريش والله. يا بس سكسوكة عاش دور مو بلي، قسم بالله كبرت. كنت في الكافي اللي بمكة كنت حاط رجل على رجل، بغيت احط سنابي في الخريطة، كنت جاد والله يا الله المستعان. بغيت اقول اربعينيين ترى، قسم بالله حتى اثار سكسوكة تأثر على النفسية. اي حد سكسوكة تكفى يرحم والديك. هنا حسين رجعت فريش. قولوا نعيمة بس. في فترة الاختبارات تحس انك شايل هم وانت ما عليك ولا اختبار ولا شيء. يعني الان انت جالس مهموم، تحس ان فيك غلقة وانت ما عندك شيء، صح؟ ما عندك اختبار ولا شيء. ترى السبب مو منك، السبب فترة الاختبارات هذه فترة الاختبارات. العائلة عليها هم، الأم عليها هم، كل شايل هم من فوق راسه على عيالهم هذول. تحسه فيروس منتشر. تنتهي الاختبار تحس انك براحة، ما تدري، تحس انك مبسوط وانت ما لك دخل في الثاني. وزود على ذا كله يجيك دكتور جامعة ولا دكتورة ولا معلم ولا معلمة مستقعد، يعني يجيك في الثانوي ولا في المتوسط يعطيك من بين الأسطر، يعني تخرج في ذا غورس. نيوتن الواحد ايام الثانوي اقصى طموحه انه يبي يدخل جامعة، اذا دخل جامعة اقصى طموحه انه يتخرج بمعدل حلو، وبعدين تبدا الحياة انت تستقعد عليه بداية حياته. ليش؟ انا اتكلم صدق، ترى انت الان يعني انا بقول لك شيء، ترى والله العظيم انا كنت طالب وانت معلم او دكتور، ترى كنت طالب. لا يزعلك طالب ولا طالبين تطلع حرتك في القاعة كلها ولا في الطلاب كله. ترى انت ما تعرف اللي الحين في الاونلاين الصاير، ترى كله له ورا الشاشة. اذا صعبت السؤال كلهم دعوا عليك، اذا سهلت كلهم دعوا لك. انا من يوم من الايام تكون طالب ترى وتطلع من الجامعة ولا تطلع من الثانوي ولا تطلع تخرجت، ترى تذكر مدرس الطيب ما تنساه، لا وتقتدي به. اما المدرس ذا اللي حاط لك كتب ويعني اني مثقف ونظارات منزلها وانا انا ما حد يخرج من عندي. يا اخوي يرحم امك، اغلب اللي خرجوا من عندك ما توظفوا. سوي يعني اللي تخرجوا من عندك ما حد خرج من عندك بوظيفه. اذا كان المدرس او الدكتور متساهل، ترى طول السنه الطالب يدعي له. يعني انت ترى لا تحسب انه بيدعي لك بس في فتره الاختبار، طول السنه يرجع البيت نفسيته حلوه، تلقاه بار بوالدينه. ترى اغلب اللي ما هم بارين بوالدين ترى بسبب الدكتور ولا المدرس هناك مستقعد له، فيجي نفسيته في انحطاط، فتلقاه ما يرفع صوته، متضايق، حالته حاله. يعني شوف عندك كان عندنا دكتور في الجامعه، قسم بالله اذا دخلت عنده تحس انك داخل علم. هو صح دكتور ما حد يختلف عليه، مستقعد شعبة كاملة راسبة، والله العظيم ما كذب. آخر مرة كان عندنا دكتور ثاني في جهة ثانية، كنت أدخل عليه ألقاه ياكل فلافل بسيط، كان يقول تفضل يا ولدي تفضل أنت ولدي، أكلت شبعان يا ولدي كل تكفى. ترى كنا نستحي منه، يعني حتى يوم كان يجي عندنا في القاعة في محاضرته من الساعة 10 صباحا للساعة 12 يا جماعة، إذا جاء داخل القاعة ترى كنا نطلع احنا من القاعة، ما نطلع عشاننا جاي، لا نطلع عشان نسلم عليه. اللي يسلم عليه يشيل الكتب ودنا نبخر بعد ونسلم عليه يده، كنا نتبارك فيه استغفر الله العظيم. كان يستحي ونستحي منه، حتى التحضير حاضرين شوي فهمت وخلص يا الله يا الله الله يرزقك يا شيخ. الحين انا احب الفلافل بسببه، اكثر سبب خلاني احب الفلافل هو
اما الدكتور الثاني ذا اللي كان مستقعد لنا، كنا قاعدين في القاعة، جاي تحضرني، لا وانت تحضر، لا ايش رايك ناخذ حرمه؟ يلا، ما كارهين الماده وكارهين. حتى لو كان شرحه كويس نسوي كيف، لا حول ولا قوه الا بالله. هو اللي نايم هناك في الزاويه، اللي بس عشان الحضور، عشان 10 درجات، الله يفرجها ان شاء الله. فتهاونوا، خليه يتوقع الحين كل اب وكل فقط. ترى في الحياه الواقعيه ترى ما نطبق. يعني انا بطبق في الشارع اس واحد زائد صاد واحد، هاي ما حتى في التجاره ما نطبقها، اس واحد زائد صاد واحد. تعقدنا هنا ولا تخرجنا يا ربي لك الحمد لله، هاي بروح نتوظف. يعني وجي توظف يقول عندك خبره. شفت ان الحياه صعبه، تكفى سهله، خلي الحياه هي سهله. وانت وين تروحين؟ تبين تطلعين؟ ايوه. تبين نطلع من البيت؟ ايوه. نتمشى؟ ايوه. يلا. ألذ كافي في لندن، جابوه هنا في الرياض. طبعا ايش دراك؟ اقول لك كل اللي هنا يعرفون انه في لندن وما قد راحوا لندن، انا اولها. اسمها ارميلانو كافي كذا، مسوي مسابقة على 3000. ابى احط لك الصورة، الله يرزقكم يا رب. الهوا كذا يلعب شعر. يلا.